السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. طبعا أكيد كل الناس عرفت على الموقع التواصل الاجتماعي إن من الجمعة القادمة في مصر بإذن الله، طبعا في مصر بإذن الله بعد الصلاة بعد الخطبة وبعد صلاة الجمعة هيكون في 5 دقائق الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هتكون جهر يعني أكيد يعني الإمام هيقول والناس تردد وراه. فكرة حلوة، فكرة جميلة من وزارة الأوقاف، مشكورين والله العظيم إنكم بتذكروا الناس بالصلاة على الحبيب المصطفى. ودائما عشان ما ننساش الصلاة، هي نعم الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ملهاش وقت ولا ليها معاد ولا ليها يعني زي ما يقولوا يعني حاجة يعني نهدى أصلي أو بكرة أو بعد لا، ولا لهاش يوم محدد، بس دي حاجة بتلم عامة المسلمين. يعني هم لما ذكروا يوم الجمعة ليه انها بيلم اكتر عدد ممكن في المساجد في مصر. يوم الجمعة ده اغلبية الناس اللي مش بتصلي في المسجد بتروح تصلي يعني. يوم الجمعة دايما بيكون عطلة رسمية من كل شيء. طبعا الناس اللي مش بتصلي في منتظمة في الصلاة في الجماعة بتروح الجمعة. انا عن نفسي يعني مش ما بصليش في المسجد كثير. بروح الجمعة دي مقدسة، حاجة مقدسة إن أنا لازم أروح أصليها. يعني نقول أو اختار الوقت المعين للذكر والصلاة على الحبيب المصطفى. طبعا الصلاة على الحبيب المصطفى ده ذكر، والذكر طبعا يجوز يعني جهرا أو سرا، بس إحنا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ملهاش يعني يوم أو ساعة أو تاريخ محدد. يعني احنا دايما نصلي على النبي، نبدأ بالصلاة على النبي في يومنا دائما. ابدأ كده بالصلاة على النبي انت في أي شيء، في أي حاجة توكل على الله وصلي على النبي هل ما تيجي كل أمورك متيسرة. أقسم بالله الحمد لله والشكر لله دائما بعمل أي شيء بصلي على النبي. أشوف حاجة عجبتني بصلي على النبي. أي حاجة يعني أي حاجة الصلاة على النبي نور. يعني ربنا سبحانه وتعالى صلى عليه قبليني. يعني قال لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي طلع ودلعنا النور للحياة. أنا يعني مش حافظ حياة كتير، بس يعني عارف حياة بس مش حافظها، يعني أنا أقدر أقولها يعني تمام. بس نقدر نقول إن إحنا يعني مبادرة حلوة، مبادرة تستحق الشكر من وزارة الأوقاف المصرية الحمد لله. إنها نبدأ ونذكر الناس بالصلاة على الحبيب المصطفى. ودائما مصر هي اللي بتنشر وبتدعي للإسلام. دائما عايزين مصر ووزارة الأوقاف دائما تكون هي في المقدمة، هي اللي بتنشر الإسلام والدعوة الإسلامية والإرشاد يكون من عندنا تمام. تقول لا في أفعالكم. وجزاكم الله خير، ولا تنسونا في اشتراككم ودعمكم للقناة. مع تحياتي لكم أبو فارس السعيد، في أمان الله وحفظه، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.